سلام البنات، إن شاء الله كامل راكم بخير وصحتكم لاباس والحمد لله. أهلا بكم مرة أخرى في قناتي واللي هي قناتكم. اليوم راح نبدأ معكم إن شاء الله حلويات العيد، وأول حاجة اللي راح نديروها اللي هي عجينة الصابلي. حنمدكم أسرار نجاح العجينة وأيضا ما يتكملش وأيضا ما يتقلش، وهذه العجينة ناجحة 100%. راني توجو نعتمدها في الصابلي تاعي. راح نديرو 200 غرام تاع زبدة نذوبوها شوية، كاس الى ربع سكر ناعم، هذا الكاس اللي توجو نخدمو به واني راح نقيس به. راح ندير نص كاس تاع زيت، وهذا راح يخرج لك كمية كبيرة تاع صابلي. وايضا كي حابة تضعفي تقدري تضعفي. راح نديرو بيضة كاملة. راح نخلطوا جميع المقادير مع بعضها اللي هي البيضة والمارغرين والسكر الناعم ولافاني والزيت، ونخلطهم اوكل مع بعضهم. اللي عنده باتر يدير بالباتر خير، واللي ما عندوش يقدر بالايدو نورمال. ومن الافضل المارغرين تاعكم خلطوها من قبل باه ما تعيكمش في الخدمه. راح نخلطوا مليح مليح حتى نحسوا هذاك الخليط راح يبيض، وكل ما خلطتوا راح يجيكم الصابلي تاعكم مليح ايضا باش كلش ينسجم مع بعضه. وهذه هي انجح وصفة صابلي، سهلة وايضا ناجحة 100%. راح ندير الفرينة بعد ما نكون يعني صفيتها، وندير معها نصف كيس تاع خميرة كيميائية. ديروا نص باك ما ديروش ساشي الكل. وايضا نكمل اللين بالفرينة حتى تتلين العجينة تاعي، ونخلي عليها طرية ما تيبسوهاش، ونحطها في كيس بلاستيكي. ومن بعد ما 10 دقائق ولا 5 دقائق برك ونبدا نخدم بها. جيبوا اي مول راكم حابين تطبعوا به، وجيبوا هذا البلاستيك اللي راح يساعدكم يعني بنسبة 80% في الصابلي تاعكم. راح نحلو الساشي بالطريقة هذه، ومن بعد نحط العجينة وندير من الفوق الساشي ونحل نورمال. راح تساعدكم يعني هذه الساشي بزاف في الخدمة. وايضا كي تكونوا راح تهزو يتهز معكم نورمال، ما يتكسر ما يصيرلكم والو. وايضا طريقة اخرى راح نديرو شوي المول تاعي نحطو في الفرينة به يعني نطبع به. شوفوا يا البنات، وديروا شوي فرينة في الصينية تاعكم به ما يلصقش. نديروها يعني احتياط ويعجب. وايضا نطيبوه على حرارة تكون يعني ناقصة، ما نقويوش عليه، نطيبوه من تحت برك. شوفوا يا البنات كيفاش جا. الى اللقاء في فيديو اخر.